راحوا قلبشوا عارفين المكان في قلبشوا. طبعا دخلت شكشوك يا جماعة. امبارح نزلت فيديو من على ترعة الرمل، ودي ترعة كنا بنروحها زمان، بس ما شاء الله كانت ملهاش حل. وبعد المشكلة اللي حصلت في المكان الأخير مع الراجل صاحب الأرض بتاع البطيخ، فكرت أرجع هناك تاني وأجرب، جايز نعيد الذكريات تاني يعني. وسبحان الله كانت في الميعاد واتفاجئنا أكبر مفاجأة. واللي شاف الفيديو أحب أقول لك إن ده جزء بسيط من الطلعة ولسه الباقي هينزل. واتفاجئت إن عليها كمية صيادين ما شاء الله. وأنا قاعد براجع التعليقات لقيت متابعين كتير مهتمين وبيسألوني على المكان. ده غير الرسائل على الخاص والرسائل على الواتس، وطبعا بفضل الله برد على الجميع. بس قررت اعمل فيديو صغير اوصف فيه المكان علشان الكل يعرف. بمناسبة التعليقات اللي جاتني بعد الفيديو الأخير، ناس كتير طلبوا مني اللوكيشن وناس كتير طلبوا مني الوصف. أغلب الصيادين يا جماعة ما بيتعاملوش مع النت كويس، ما بيتعاملوش مع الموبايل كويس، ما بيتعاملوش مع اللوكيشن كويس. فأنا بصراحة كتبت الوصف لناس كتير على الواتس وناس كتير في الجروبات في التعليقات. ففكرت في فكرة إن أنا أعمل فيديو صغير أشرح للناس طريقة الوصول هناك بيكون إزاي، بخصوص الناس اللي راحوا قلبشوا عارفين المكان في قلبشوا. طبعا دخلت شكشوك يا جماعة، دخلت شكشوك. بنمسك الطريق طوالي نفس الرصيف، لا يمين ولا شمال، لحد آخر الطريق حوالي 3 كيلو. بيجيلنا تفرع يمين وشمال، باخد يمين بكمل طوالي يمين لحد ما بلاقي شركة بلاعين بتقابلني في وشي وبابها موجود على الشمال. إجباري بفضل ماسك يمين، بفضل ماسك يمين إجباري. بمشي على الرصيف لحد حوالي 200 أو 300 متر لحد ما هلاقي ترعة الرمل. هي معرفش جايز لها اسم تاني بصرف النظر عن الاسم. والترعة مقسومة نصين، نص على اليمين ونص على الشمال. طبعا هي الترعة الوحيدة اللي هتقابلني. أي فرعيات صغيرة اللي بتجينا على اليمين طول ما أنا ماشي أسيبني منها دي خالص. هلاقي الترعة الكبيرة يمين وشمال. أخش يمين أخش شمال، الاتنين زي بعض. في اللي بيحب يخش يمين يصطاد يمين، وفي اللي بيحب شمال. شمال أكتر ناس بتخش ناحية الشمال من بعد الماسورة بيقعدهم أو قبل الماسورة بشوية. دول افضل اماكن هناك. بتشتغل غله، بتشتغل طعم، بس الغله لسه اليومين دول يعني بدات تندع كده، بس الطعم هو اللي شغال كتير. طريقه الشغل هناك انا مش هتفزلك، طريقه الشغل هناك انا بشرح للي مش عارف هناك او ما راحش هناك. طريقه الشغل انت بتشتغل في ربع الميه او تلت الميه حسب، جوه وبره. المهم ان مش ناحيه البر خالص. على الاقل بتفوت مترين او 3 متر، بتعمل وش طويل سن انت وراحتك. بس طبعا رقم 6 بيكون افضل، بيكون سلك خفيفة بتشتغل طعم بتلقى مع عنكبوت. بس كلمة السر هناك علفة الدور، كلمة السر علفة الدور. لازم تعلف الدور علفة تقيلة قوي، وبتقعد بعودين او بتلاتة وجنبك واحد صاحبك وجنبك واحد صاحبك. لو انتوا مجموعة مع بعض بتعلفوا انتوا المجموعة. ما يهمكش، ما تقولش انا بعلف السمك هيشبع، لا الترعة واسعة والسمك ما شاء الله احجام كبيرة بيخش بيسف ما بيخليش. بتعلف علفة حلوة قدامك وبتنزل فوقها بالطعم او بالغله النحادي شويه، وربنا بيرزق. ويا رب اكون قدرت اوصف المكان كويس عشان الناس اللي علقت كتير وبعتت لي على الواتس. وانا تحت امركم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.